بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كلكم مرحبا بكم في قناتي مطبخ جوهرة الغرب. لأول مرة تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك، شرفتيني أو نورتيني. اللي مش مشتركة عندي نقول لك اشتركي عندي وفعلي ذاك الجرس باش يوصلك كل جديد. قوليها معايا، لا تخلي لي تعليق. نقول لك شكرا على الدعم نتاعك، شكرا على التعليقات نتاعكم المحفزة المفرحة اللي تخلي السرور فرحة قلبي. ربي يفرحكم ويعطيكم معكم 80 حبات قلبي. رمضان كريم يدخل علينا بالصحة والستر والعافية يا رب العالمين. اليوم البنات جيتكم بوصفة الفول مشرمل ولا مشرملة الفول ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الرحمن. بنين بنين بنين. ترافقوه كيما نعرفوا كامل نسخفوا على الفول مشرمل على الفلفل الحميص كامل. نبغوا هاد الصوالح في رمضان ولما لا. جبته لكم بطريقة جد سهلة مبسطة، في متناول أي وحدة تقدر تخدمه ولا ديره. شوفوا البنات، جا ما شاء الله ما شاء الله. كما شفتوا درتكم التحضيرات نتاع الفول، كيفاش تفوروه كيفاش تحتفظي به باش تقدري ديريه في رمضان المبارك المبارك. طلعنا بالصحة والستر ان شاء الله يا ربي. وها هو معايا الفول مشرمل نتاعي، جا ما شاء الله روعة روعة روعة. مع هاد الخبز مطلوع. اعتمدوا هاد الوصفة نتاع الفول مشرمل اللي يجي ما شاء الله ما شاء الله. ونروحو بدون إطالة للوصفة نتاعنا. في الأول عندي الحبة نتاع البطاطا وزوج حبيبات نتاع الزرودية ولا تاع الجزر. غادي نقطعهم. شوفوا الزرودية راني منقيتها، ولا البطاطا طبعا راني غاسلتها بصح كاني خلطتها بها بالقشور نتاعها، قطعتها الى نصفين. نديرها كمية نتاع الماء ونخليها طيب على غرضها. نحتاجها للشرمولة نتاع الفول نتاعي، انا نديرها بهذه الطريقة. هنا جبت الاشواط نتاعي وعندي الحبيبة نتاع البصل، حبيبة تاع بصل كبيرة نقطعها كيما هكا شرائح عشوائي. لازم هاد البصلة والطماطم البنات غادي تعطينا كل مكون نضيفوه للشرمولة نتاعنا، غادي تعطينا بن 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 للفول نتاعنا. قطعوه كيما هكا غير عشوائي. عندي زوج فصوص نتاع الثوم تاني كبارين تا هو غادي يعطينا بنة هايلة للشرمولة نتاعنا. كما قلت لكم كل مكون نضيفوه كل ما يزيد يعطينا بنة هايلة. وعندي زوج حبيبات نتاع الطماطم، هما لا مامش كبارين، جايين متوسطين تا هما قطعتهم هكا عشوائي. غندير كلشي على ضربة ونروح نرحيهم. تقدري تسكرفجيهم في سكرفاج عادي كيما تقدري ديريهم في الاشوار كيما بغيتي ولا على حسب ما توفر عندك. ليهم وروحي ارحيهم. انا نرحيهم هنا حتى هكا نخليهم هكا جايين شوية اطراف. بغيتي ديري في الاشواط ديري في الاشوار. انا درت غير في هاد الرحيوه نتاع اليد. حتى هي يعجبني الطحن نتاعها. كي طحنيها هكا حتى هذه تتحكمي فيها، بغيتيها رقيقه بزاف ولا بغيتيها هكا. انا خليتها هكا كيما راكم تشوفوا. ها هي البنات. ونجيب المقله نتاعي. المقله نتاعي ها هي راني دايره فيها الكميه نتاع الزيت، دايره فيها قيس 3 مغرفات 4 نتاع الزيت كبارين. ونزلت هذيك الطماطم والبصله وحتى الثوم. كما قلت لكم كاع المكونات اللي نضيفوهم غادي يزيدونا بنه لهاد الفول نتاعنا. اللي سخفت على الفول مشرمل نقولك ديريه بهذه الطريقه اللي يجي روعه روعه روعه. والبنه ما نحكي لكمش عليها. هاكا حبيبات قلبي. هنا نغلق عليها ونخليها فوق النار متوسطه حتى يبدا هكا يذوب معايا داك البصل هكا المكونات تطيب معايا. ها معنا بعد ما دبالو معايا بغاو يتكرملوا معايا زعما تقلاو غاية الغاية. نروح نجيب ولا نضيف
هذاك الجزر نتاعي بعد ما طاب، هاهي درتها غير في الماء فقط. تقدروا تصفوروهم، تقدروا تصفوروا هاد البطاطا والزرودية نتاعكم، ولا تقدروا طيبوها في الماء. انا من كي ماكوش مزروبه نديرها تصفور. وعندي الحبه نتاع البطاطا هاهي نحي لها قشورها، وحتى هي نضيفها. اذا ما كنتيش مقلقه عادي فوري قطعي هذيك الزروديه والبطاطا قطع صغيره، وديرها في كسكس وخليها تصفور باش كاع الفوائد اي فائده ما تروحش مع هذاك الماء. هذه الطريقه المعتمده عندي. الشرموله نتاع الفول نديرها بهذه الطريقه، تجيني بنينه بنينه هايله، روعه روعه روعه. يا حبة قلبي، وكما نعرفوا راه عندي الفول من قبل بنات اللي قطعته وفورته وانت الساكن نبغي نخدم بيه عليا غير نجبده. نجيب الرحيوة كيما هكا، نديكازيها هكا غاية الغاية، هذيك البطاطا مع هذيك البصلة نتاعي بهذه الطريقة، ديكازيهم غاية الغاية باش نروحو نتبلو هاد الخضار نتاوعنا مع هاد البصلة مع الطماطم، نتبلهم ومن بعد ونضيف الفول نتاعي اللي مفورته من قبل مسبقا. هذه الطريقة تجي هايلة هايلة هايلة. هايلة هنايا راني رحيتها تماما كما راكم تشوفوا. رحيوها ولا ديكازيوها وهي حامية ديك البطة وديك الزرودية باش تدي بالخف ترتفز معاكم. هنا عندي التوابل. واش روحت ضفت الكمية نتاع الفلفل الأسود. ما غاديش نضيف المكونات بزاف ولا حتى شي. عندي الكمية نتاع الكركم اللي نبغيها في الطياب نتاعي. ضفت الطماطم مصبرة، درت قيس مغيرفة نتاع طماطم مصبرة. والكمية نتاع الملح البنات اللي ما تنساوهاش دائما، الكمية نتاع الملح ديروا على حساب الذوق ولا على حساب البنة كيما بغيتو نتوما ديروا صايي. وعندي هنايا مغيرفة معمرة نتاع القزبر البنات اللي درتها معكم كتحضيرة ولا تتبيرة لاني دساتها في المجمد. هاهي قلعت مغيرفة معمرة درتها فيه. غادي زيدنا تانيك بنة الفول نتاعنا، وهو الفول نتاعي اللي كنت فانيك دساتها في المجمد ثاني روحت قلعته من قبل وضفتها ولا. شتو البنات الطريقة جيت سهلة ومبسطة، والبنة واش نقولكم عليها. ندخل داك الفول مع دوك المكونات هكا، ومن بعد نرفدهم ونديرهم فوق النار اللي تكون قليلة قليلة قليلة، ونخلي هذاك الفول يدي الكمية نتاع الطماطم نتاع البصلة نتاع التوابل كلشي يدخل مع بعض وتجينا بنة بنة ما شاء الله. واللي ما حبتش تضيف هنايا في المرحلة الملح تقدر دير وحدة ماجيكو تاني تعطينا بنة ما شاء الله تانيك. مرات ندير الملح ومرات ندير ماجيكو، ندير نصف ماجيكو ومغيرفة صغيرة ماشي معمرة نتاع الملح فانيك تجي بنينة. نخلصها على نار قليلة قليلة قليلة، نبقى نحرك فيها هكا بهذه الطريقة وتكون حاضرة وجاهزة معانا بطريقة جد سهلة البنات. ودرت معكم هذا الطبق البنين بنين بنين بالبزاف. ونروح نحطها معكم في صحن التقديم. جا بنين بنين ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم وصفاتي البسيطة. ما تنسونيش برك بالجام الاشتراك للتعمل الفائدة وباش تكبر القناة بإذن الله، وحتى أنا نزيد نحط معكم وصفات أخرين
اللي توالمكم اللي تحتاجهم، كل واحد ويدي الوصفة اللي توالمه، كل واحد يدي الوصفة اللي يحتاجها ولا باغي هكا يخدم بها، كل واحد ويدير على حساب المقدور نتاعه. كما نعرفوا شهر رمضان الكريم طوينا الصحة والستر نحب نطيبوا فيه، وإنما نطيبوا كل واحد يطيب على حساب ما نجم ولا حساب المقدور نتاعه، ولا كاين اللي عنده بصح ما يقدرش يطيب. كاين كل واحد وكيفاش، كل واحد تا واحد ما يكلف على نفسه. وانا التزيين درت حبيبات نتاع الزيتون البنات، لاني خدمت من بروحي في الدار. هكا كي قرب رمضان نبقى هكا نوجد فيهم. ومع السلامة.